في أيام بتحس فيها إن أنت مش أنت، إن أنت متوتر جدًا، إن أنت نومك متلخبط، إن أنت بقيت حساس، إن ما بقاش عندك طاقة، وكل الناس اللي حواليك بقوا بيعلّقوا بيقولوا لك أنت النهارده مودك وِحِش، أنت محتاج استراحة، أنت مش أنت، أنت حالتك النفسية متغيّرة. لكن الحقيقة إن حالتك النفسية مش بس أفكارك وتصرفاتك وشخصيتك، لكن هي كمان تداخل ما بين حالة جسمك وما بين الهرمونات وما بين الحاجات الكيميائية اللي بتحصل في مخك، والنهارده هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. في غلطة كبيرة ناس كتير بتقع فيها، وهي إن هم يربطوا كل حاجة بالهرمونات أو إن هم يفصلوا الحالة النفسية بشكل كامل عن الجسم. لكن الحقيقة إن اللي بيحصل في الجسم هو حالة مشتركة من التفاعل ما بين الهرمونات والنقلات العصبية والتفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في الجسم، استجابة الشخص للضغوط، النوم، التجارب النفسية اللي بيمر بيها عموما. يعني مفيش حاجة واحدة بس مسؤولة عن اللي انت بتحسه. طيب ايه هو الفرق ما بين الهرمونات والنقلات العصبية؟ الهرمونات هي مواد كيميائية بتفرزها الغدد في الجسم وبتتنقل عن طريق الدم، وهي مسؤولة عن أعضاء الجسم وعن أنظمته، زي مثلا الكورتيزول، الاستروجين، البروجسترون، وهرمونات الغدة الدرقية. لكن النقلات العصبية هي مواد كيميائية بتتنقل ما بين الخلايا العصبية جوه الجهاز العصبي، زي مثلا السيروتونين، زي الدوبامين أو النور أدرينالين وغيرهم. والنهاردة هنحاول إن احنا نتكلم عن الهرمونات دي بالتفصيل. أول هرمون وهو هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول هو بيكون مسؤول عن استجابتنا للضغوط. فمثلا لو انت في حالة من التوتر النفسي المستمر أو الضغط النفسي المستمر، بتبقى في وضع اسمه وضع الاستعداد. ووضع الاستعداد دون يعني ان جسمك بيكون متحفز طول الوقت، ما بتبقاش حاسس ان انت هادي، بتبقى قلقان، بتبقى متوتر، ما بتبقاش عارف تنام، ومش بتبقى عارف تتحكم في أعصابك أو في حالتك النفسية. الحالة دي حالة الاستعداد بتكون زي مرحلة من المراحل التوتر المزمن. حالة الضغط المزمن دي ما بتبقاش حالة توتر عادية، لكن بتأثر على محور الضغط العصبي الهرموني وتغيرات الكورتيزون، وده ليه طبعا علاقة بالاكتئاب وبالقلق وباضطرابات النوم. تاني وتالت هرمون ممكن يأثروا على حالتك النفسية هم هرمون الاستروجين والبروجسترون، وهم هرمونات مرتبطة أكتر بالستات، وهم بيأثروا على الحالة المزاجية لأن هم بيتغيروا بسرعة. وده بيظهر طبعا مع متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، أثناء الحمل، بعد الولادة، أو في مرحلة انقطاع الطمس أو سن الأمل. وده ممكن يظهر على شكل عصبية، عياط من غير سبب، توتر، قلق مستمر. وده مش معناه ان الهرمونات هي مسؤولة عن حالتنا النفسية، لكن هي محفز. يعني انت مثلا لو انت مثلا يومك وحش، الأعراض هتبقى أقوى. أي أعراض قوية ومستمرة لفترة طويلة لازم نتابعها مع دكتور عضوي. رابع هرمون ممكن يأثر على حالتك النفسية هي هرمونات الغدة الدرقية. هرمونات الغدة الدرقية مهمة جدا لأن هي بتأثر على مستويات الطاقة في الجسم، ولما بيحصل خلل ده بيزود من أعراض الاكتئاب، بيبقى الشخص عنده تعب شديد، بيبقى فيه عنده خلل في التركيز أو تركيزه بيبقى بطيء. العكس بيحصل لما المستويات الغدة الدرقية بتزيد، اللي بيحصل إن بيكون فيه قلق، توتر، أرق، عصبية زيادة. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.